يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث لا رحمة تراعى، ولا ذمة ترعى، ولا يتيم يحنى عليه، ولا مسكين يرحم، ولا أرملة توصل، ولا شيء، وإنما هو تكالب على الدنية وأخذ بجادة غير سوية وتنكب لصراط النبي صلى الله عليه وآله وسلم، روابط ممزقة وأرحام مقطعة وهموم عاتية جائحة، وإنما هي على الدنيا متكالبة وعن الآخرة مصروفة. تنزلق المواعظ على صفحات القلوب كما يتنزل القطر على الصفوان الأملس، لا يترك عليه أثرا، لا تنفع موعظة. حتى القرآن، وهو الذي لو نزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، صاروا يعبثون بآياته تلاوة وتأويلا. فأما التلاوة فقد تفشى في الأمة ذلك المنكر الأكبر من العبث بكتاب الله بالتغني به على مقامات الموسيقى ولحون أهل الفسق، وهو من أعظم الكبائر. وصار الرجل لا يتلو كتاب الله إلا إذا كان حاذقا بقواعد المعازف وقوانين المغنى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فصار يتغنى به، لا تصدع له القلوب ولا تخشع له النفوس، لأنهم يحاولون التحريف، وهيهات، فالله حافظ كتابه ومنزل بالظالمين نقمته. وهي من ما تفشى بين المقبلين على كتاب رب العالمين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. لأن العبرة ليست بالصلاح وحده، الصلاح لازم والإصلاح متعد كالفساد والإفساد. ولذلك في المجاهر ليس فاسدا فقط، وإنما هو مفسد، إذ يضرب مثلا سيئة ويعطي قدوة لا تحسن، لأنه عندما يجاهر بالمعصية تألفها الأعين وتلذها الأنفس، فتقبل عليها الشهوات جائحة والأنفس ظامئة والغرائز مستعرة، وكأنما هو إليها داع. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه مثل آثام من تبعه. لذلك كل أمتي معافى إلا المجاهرين، لأن الذي يجاهر بالمعصية لا يضر نفسه فقط، وإنما يضر المجتمع كله، لأن الإعلان بالفحش فيه دعوة إلى الفحش الذي تردى فيه، وهذه دعوة إلى أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ألا إن الأمر قريب وإنه مستدرك، وإن إعادة العز الدابر والاستحواذ على المجد الغابر لأمر على طرف البنان. لو تعلمون ما هو إلا أن تحدثوا لله توبة نصوحا، استقامة العقيدة على منهاج النبوة والعمل والمعاملة والأخلاق والسلوك. فإذا رجعنا رجع بنا،
وإذا أدبرنا ذهبنا ولا يبكي علينا باك، والله المستعان وعليه التكلان. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.